تعالوا نعمل مع بعض النهاردة صينية كفتة بالخضار المشكل. جميلة جدا وسهلة ومبتاخدش مننا أي وقت، وخطواتها سريعة جدا. عبارة عن كفتة وعبارة عن مجموعة من الخضار المشكل. يلا مع بعض نشوف أول خطوة هتكون ايه. معانا هنا بطاطس لازم نكون مدينها نص تحميرة عشان بتدي طعم حلو جدا للطاجن ده. ومعايا كمان جزر مقطع مكعبات، نفس تقطيع المكعبات بتاع البطاطس، نفس تقطيع المكعبات بتاع الجزر. وكمان معايا فلفل رومي مكعبات، وهنضيف كمان عليه مكعبات من البصل. زي ما احنا شايفين كده كل حاجة سهلة جدا. ومعايا بسلة كمان، هنا البسلة دي فروزن مجمدة، هحط منها زي ما احنا شايفين. هنحضر بقى الكفتة نفسها بسيطة جدا. نص كيلو كفتة لحمة مفرومة قصدي، ومعانا معلقة ملح ومعلقة فلفل أسمر، وكمان بصلاية كبيرة بشرينها زي ما احنا شايفين كده. هنضيف ايه كمان؟ النص ليمونة اللي هو السحري في اي حاجة سحري. بعدين بعملها على شكل كور كده. بعدين ببدأ احضر الصوص اللي هيتحط نشرب بيه الصينية نفسها. عبارة عن معلقتين صلصة، معلقة فلفل اسمر صغيرة، معلقة ملح صغيرة. وكمان هنضيف على الخليط ده كيس من مرقة دجاج ماجي. هنضيف ايه كمان؟ هنضيف كمان 4 معالق زيت او 3 معالق زيت، من 3 ل4. وبنضيف كمان عليهم كوباية مية كبيرة. ده الخليط اللي هيتسقي بيه الصينيه، بس على كده مش اكتر من كده. رصينا الصينيه جميل زي ما احنا شايفين جميله ازاي. ببدا بقى ارش الصوص كله في جميع الجوانب بتاع الصينيه نفسها. زي ما احنا شايفين الصينيه بتتكلم عن نفسها، اخر جمال، وكل الفيتامينات فيها، وسهله وسريعه ما بتاخدش منها هدخلها الفرن على درجه حراره 250 او 300، بتطلع بالمنظر ده. والطعم والريحه ما اقولكوش. اتمنى منكم تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. ما تنسوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه.